الإحسان إن هم يسيئوا ليك وأنت تتحمل هذه الإساءة وتحولها إلى إحسان. لأن الأب والأم لما بيكبروا الوضع بيختلف شوية، وساعات يعني بيبقى ممكن أخلاقهم تضيق شوية، ممكن أعصابهم تبقى مش منضبطة شوية، ممكن كذا، ممكن يميلوا شوية ناحية واحد دون الآخر، حاجة كده يعني، طبايع بشرية في الناس، حاجة ما نقدرش نغيرها. فممكن الأب يسيء لابنه، فلما يسيء إليك أنت مطلوب منك إنك تحسن إليه. يعني هو يسيء وأنت تحسن، مش هو يسيء وأنت تسيء. لا، دي مصيبة. ده هو يسيء وأنت تحسن، وأنت تزود الإحسان، لأن قال وبالوالدين إحسانا، وأنت مش بتحسن عليه يعني هو غلبان ولا فقير وأنت قاعد تطلع وتديله، لا، ده أنت بتحسن عليه أمر من أوامر الله. أنت بتحسن لأبوك ولأمك بمعنى الرحمة، إنك تترحم عليهم في حال حياتهم، فتدور على الحاجة اللي تريحهم. أنت بتعمل كده عشان لما ترفع إيدك بالدعاء ربنا يستجيب، ربنا يسمع منك، ربنا يعطيك. خليني أقول لك الحكاية الصغيرة قوي دي. سيدنا عمر بن الخطاب كان كل ما تيجي قافلة من اليمن يقعد يدور في الناس، يقول لهم فيكم واحد اسمه أويس ابن عامر؟ فيكم حد اسمه أويس ابن عامر؟ فيقولوا لا، ما فيناش. والموضوع ده كان شاغل سيدنا عمر قوي. كل ما يجي قافلة تيجي يروح يستقبلهم بنفسه وهو أمير المؤمنين ويدور على أويس. ففي مرة من المرات بيسأل فيكم أويس ابن عامر؟ قالوا له أيوه أهو، واحد يعني كده ما ملوش أي ذكر في القوم، راجل بسيط خالص. سيدنا عمر أمير المؤمنين بيسأل عليه. قام جاب قال له أنت أويس بن عامر؟ قال له قال له أنت من مكان الفلاني؟ قال له قال له بعدين نقلت سكنت في حتة تاني؟ قال له قال له وأنت كان عندك برص والبرص ده راح إلا موضع قدر أمولة حاجة صغيرة كده؟ قال له قال له طب أنت عندك سيدنا عمر بيسأل أويس. قال نعم. قال فإني أسألك بالله أن تستغفر لعمر. شيء بقى غريب، سيدنا عمر أمير المؤمنين يطلب من واحد أن يستغفر له. فاستغفر له أويس، قال يغفر الله لك يا عمر. سيدنا عمر أمير المؤمنين حاجة جامدة، حاجة مش سهلة. بعدين الراجل سأله إيه الحكاية؟ قال لهم النبي أخبرنا أنه ستأتي أمداد من اليمن، ناس جاية من اليمن، فيهم رجل يدعى أويس بن عامر، صفته كذا كذا، وكان عنده برص وراح منه، وعنده وهو بار بأمه، إذا لقيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. أنت متخيل موقف واحد من شدة بره بأمه كان سبب إن النبي يتكلم عليه وهو ما شافوش، ويقول لهم لما يبقوا تشوفوه اطلبوا منه أن يستغفر لكم. أنت متخيل حاجة زي دي؟ تخيل إن واحد سبب بره، والتاني اللي قاعد يبر في أمه مش عارف كام سنة، 40 سنة، والآخر عمره ما كان معاها أبدا في 40 سنة، كانش معاها خالص. فهو غريبة قوي، قاعد تحط لأمك الأكل وتنك قاعد تخدمها ما تاكلش معاها ليه؟ قال أخشى
أن أتناول لقمة من أمامها وقعت عينها عليها، فيعتبر ذلك من العقوق لها. فاهم الحتة دي؟ لا مش فاهم. بيقول إيه؟